مرحبا بكم. اليوم احنا مع شركة افيوناف، الشركة هذه اللي نعتبروها بالحق قصة نجاح تونسية لعديد الاسباب. السبب الاول هو ان الشركة هذه هي اول شركة تونسية مختصة في صناعة الطائرات الخفيفة 100% ميد ان تونيزيا، من حيث الهندسة، من حيث التصميم والتصنيع، كله بأيادي وخبرات وبيد دولة تونس. السبب الثاني اللي يخليها قصة نجاح هو ان الشركة هذه انطلقت من العدم. ما عندناش ايكو سيستيم للصناعات هذه في تونس، ما فماش نقل الخبرات، ما فماش الدعم الكافي. الشركة هذه تطورت وتبنات بفضل عزيمة مؤسسيها وابنائها اللي يخدموا فيها. شركة افيوناف اليوم طائراتها تحلق في اكثر من 20 من البلاد حول العالم، ومتحصلة على شهادة السلامة العالمية الكل. كيف الشركة هذه دخلت في مشروع طائرات درون ان شاء الله في المستقبل باش نشوفوه، ومؤخرا دخلت في مجال جديد وهام، وهو تركيب اول طائرة هليكوبتر في تونس بايادي تونسية. الطائرة تركبت وان شاء الله الايام الجايه باش تمشي للحليف نتاعها باش يستلمها وباش تحلق. شركه افيوناف بالحق تستحق كل الدعم والتشجيع منا احنا من التوانسه، لخاطر قاعده تقدم في صوره ايجابيه لتونس، وتوري ان تونس اخرى ممكن، وان تونس قادره على عديد الاشياء فقط لو تتوفر اكثر امكانيات واكثر سياسات، على خاطر العزم والطموح وزاد الامكانيات البشريه والماده الخام الكل موجوده. معنا اليوم سي فؤاد الكامل باش يحكي لنا ساعه على تجربه تركيبه الهليكوبتر هذه، لو كان تحكي لنا على التجربه هذه. مرحبا بكم قبل كل شيء، شرفتونا بزيارتكم. صحيح شركه افيوناف تحتاج كل الدعم من تونس لانها شركه تونسيه، لانها مش نتاعنا بل نتاعكم، نتاع الشعب التونسي، نتاع الدوله التونسيه، وهي تشرف تونس في كل المجالات الطيران، وخاصة تو دخلنا في موضوع الهليكوبترات يعني بعد ما شفنا الحاجة نتاع الحلفاء نتاعنا خاصة في السوق الإفريقية، سوق واعدة جدا. بعد ما الحمد لله وصلنا بعنا طائرات، احتاجوا الحلفاء نتاعنا هليكوبترات. اذا يعني بصراحه احنا نصنعوا في الطائرات، لكن الهليكوبترات لازم باركور طويل شويه نتاع 5 سنوات للتصميم. دخلنا في التجميع، بدينا بالتجميع. فينا الهليكوبتر الاولاني تعلمنا فيها الحمد لله، يعني قاعدين نركبوا فيها بصفه ممتازه جدا، وتقنيين ومهندسين يعني اختصاصهم الهليكوبترات، وتوا قاعدين ان شاء الله في يكون اول تصدير الاسبوع هذا او الاسبوع الجاي باذن الله. الله فيك. ومره اخرى احنا نقول راهو ديما النجاح يبدا بخطوه. افيوناف قامت بالخطوه الصعبه جدا. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله تلقاو كل الدعم من كل تونسي ومن الدوله التونسيه باش الحلمه هذه تكبر وتكون اكبر. راهو عندنا الامكانيات، قادرين باش نعملوا ما اكبر، قادرين باش افيوناف نشوفوا طياراتها تحلق في العالم الكل وتقتحم مجالات جديده. المهم الدعم، خاصه التمويل، خاصه التسهيل العمل، وان شاء الله مستقبل تونس يكون خير.